السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا اليوم هي شربة القارص، الوصفه المطلوبه بزاف في رمضان. جبتها لك اليوم باش ديريها في الدار وما تروحيش تشريها، وثاني تكوني عارفه انت واش راكي ديري فيه، اخي ما تروحي تشري تاع برا وتجي بزاف بنينه. صراحه تجي بنينه على تاع برا. هذه هي بطريقه سهله وسريعه توجديها في ما 5 دقائق، تكوني موجدتها وتقدري تحتفظي بها لمده اسبوع في الثلاجه وما يصرى لها والو. نبداو في الوصفه تاعنا. تجيبي هنايا حوالي 2 حبات تاع قارص متوسطين، عصريهم، ولا حبه فريمون كبيره تاع قارص عصريها وديريها في هذا الطاس تاع الميكسور. ومن بعد نضيف عليها حوالي 6 ملاعق كبار تاع سكر حرش. 6 ملاعق كبار هذو ما تعمريهمش مليح، هذه هي باش ما تجيكش حلوه بزاف. وماذا بكم احترموا المقادير، كي ندير لكم الوصفه نديرها لكم بالضبط وبالتفصيل. ماذا بكم تحترموا المقادير باش تنجح لكم الوصفه. هذه هي. من بعد هنايا جبت لاغوم تاع القارص كما شفتوا، هذه تتباع بلا دوز برا عند اللي يبيع لوازم الحلويات. شرو هذه اللي تتباع بلا دوز، يجي اللون تاعها اورانج، تجي البنه قاطعه فيها تاع القارص. وضفت ثاني لاغوم تاع الزست تاع القارص، معناتها لاغوم تاع قشر الليمون، تبد بنه بزاف شابه للشربات. هذه هي، هذه المكونات اساسيين صحه. ومن بعد نجيب هنايا قرعه تاع ماء، هذه قرعه تاع ريتلا كنت معمرتها بالماء، نحي منها غير شويه تاع ماء نضيفه للخليط تاعي هذا اللي راكم تشوفوه فيه، ونخليها اللي بقى منها خليه بجيه صحه. هذه الوصفه اللي نديرو فيها تخرج لكم ريتلا تاع 1 لتر تاع شربات. هذه هي. ومن بعد نجيب هنايا حمض السيتريك. حمض السيتريك بكل صراحه ماهوش لازم في هذه الوصفه. انا شفت بزاف وصفات يديروهم تقول لك حمض السيتريك لازم. صراحه انا الوصفه تاعي هذه اللي نمد لكم فيها بدون، انا درتها بليزيور فوا بدون حمض السيتريك وجات بزاف بنينه. بحمض السيتريك ولا بدون حمض السيتريك جات بزاف بنينه. تسمى اللي ما عندكش واللي ما تعرفوش اللي ماش باغي اصلا تشريه، نورمال عادي ديريها بلا حمض السيتريك وعلى ضمانتي وتجيك بزاف بنينه. هذه هي. وإلا عندك في الدار حمض السيتريك ديريه. المهم نميكسي الخليط تاعي مليح مليح حوالي دقيقتين، وانا نميكسي فيه حتى يذوب هذاك السكر مليح. نجيب هنايا صحن كبير نفرغ فيه هذاك الخليط تاعي، ونزيد نفرغ اللي بقى لي من لتر تاع الماء نفرغه كامل، ونضيف عليه فنجان تاع لاتاي ما يكونش معمر مليح، ونقولوا حوالي تقريبا نصف فنجان تاع لاتاي ولا فنجان تاع لاتاي الا ربع تاع حليب يكون بارد. نضيف ثاني ملعقه صغيره تاع لافاني، ونضيف حوالي 3 ملاعق كبار تاع ماء الزهر مزهر. هذه هي. ونعاود نميكسي غير شويه، غير هكا 5 ثواني ولا الميكسي غير شويه غير باش يتجانس لي الخليط. هذا ما كان. ونحبس كما قلت لكم. المكونات الاساسيه راني بينتها لكم. المكون اللي هو غير اساسي في الشربات، شفتوا انا باللي غير اساسي باسكو انا الشربات هذه درتها العديد من المرات، درتها بزاف ودرتها بحمض السيتريك ودرتها بدون حمض السيتريك، وصراحه خرجت لي نفس النتيجه وتجي بزاف بنينه. هذه هي. تما حمض السيتريك بالنسبه لي انا وهذا رايي ماهوش اساسي في الوصفه هذه اللي انا مديتها لكم في الوصفه تاعي هذه على طريقتي. خلاص تفاهمنا. راني نهضر ونعاود باش تفهموني، باسكو كاين المبتدئات كي تهضري خطره لازم تخضري وتعاودي باش تفهمك مليح. المهم بعد هنا بعد ما ميكسيت الشربات تاعي كما شفتوا، تشوفوا واحد الرغوه هكا دارت لكم. هذيك الرغوه تبغوا تخلوها، تبغوا تنحوها. انا نبغي نحيها، نجيب صفايه نحيها، والطريقه كانت موضحه في الفيديو كما شفتوا. نحيها عادي بالصفايه، نجيب صحن ونحي فيه كامل هذيك الرغوه تاعي. ومن بعد نجيب القرعه تاع الريتلا تاعي هذيك ونعمر الشربات تاعي. تبغوا تعمروها بالبوده ولا تعمروها بالفنجان هذا تاع لاتاي اللي كنت دايره فيه الحليب. انا نعمر عادي القرعه تاعي. ما تنساوش الشربات تاعكم كي تعمروها في القرعه ديروا معها دي مورسو تاع القارص، يمد بنه ثاني، يزيد يمد البنه تاع القارص، وتحسوا بالبنه تاع القارص. هذه الشربات كي تجوا تشربوها صح تحسوا باللي شربات تاع قارص، ماشي تحسوا غير بلاغوم. راكم فاهميني؟ انا نشرب تاع برا نحس كشغل راني نشرب في الماء بلاغوم.
بكل صراحه هذه هي كما يقول لك. بصح هذه كما شفتوا رانا درنا فيها قارص، وتزيدوا ثاني كي تعمروها في القرعه ثاني ديروا معاها دي مورسو تاع القارص هكا باش نخلوهم فيها يزيد يطلق البنه. هذه احتفظوا بها في الثلاجه، وبعد كي تبغوا تشربوها عادي تقدموها بارده كما راكم تشوفوا، تفرغوها عادي في الكيسان. انا هنا زينتها فاني بدي مورسو تاع القارص هنا فقط للتصوير. انا ما نكذبش عليكم ندير في القرعه لي مورسو ومن بعد نفرغ ديريكتومون ونشرب خلاص. هذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وراني شرحتها لكم بالتفصيل. نتلاقاو في وصفه ثانيه ان شاء الله. صحه فطوركم.